الأستاذة فاطمة هذا الشربيني موجه عام اللغة العربية. وهنا نبدأ حفلنا هذا اليوم، ونبدأ بقصيدة بعنوان من اليمين للشمال، والتلميذة أروى أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بخالص الشكر لمعلمتي اللغة العربية ومين الأنفي وحنان أبو الفتوح، ولكل من علمني حرفا. قصيدتي عنوانها من اليمين إلى الشمال. من اليمين إلى الشمال كتبت حروفك على راحة يدي. من اليمين إلى الشمال عندما رأيت لساني معلقا في برزخ ما بين مجد غابر واحتلال، كتبت حروفك على راحة يدي. من اليمين إلى الشمال بعدما ضربتك على الرفوف هباء للمستشرقين، بعدما رأيتك تكتبين من الشمال إلى اليمين، حجرتك ما بين الجدران. فعودي إلي أنغام عودي إلى أذني أذان، فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي. فعودي الآن. تعلمت الإعراب في مدرسة أمريكية، ترجمت النصوص إلى الإنجليزية لأفهمها على المقاعد الخشبية ساعتان في الأسبوع تكفيها. أضعتك في القواعد وفي الحفظ بعيدا عن البديع والبيان. أضعتك بين ورقة تسجيل وورقة امتحان، وكم يعجز قلمي عن الكتابة وكم يتلعثم لساني. تتعثر في فمي أبيات الشعر